وهنا نيجي لأول شاهد ملك معانا في تحقيق النهارده، سفير فرنسا في البرتغال سنة 1559. اسمه إيه؟ جان نيكو. الراجل عرف إن ملكة فرنسا عندها صداع، والخبر ده كان انتشر في أوروبا كلها، والصداع ده ما بيروحش. عمل إيه؟ بعت للست ورقتين تبغ. الست شربت، الدماغ اتظبطت، الصداع راح، الست أدمنت الإيه؟ التبغ. وبيقال إن من اسم نيكو ده طلع اسم النيكوتين اللي بيجري في دمنا لحد النهارده. ما بين بقى 1600 ل 1800 الرأسمالية شمت ريحة الذهب في التبغ ده، وهنا بدأوا يعملوا مزارع تبغ كبيرة جدا، واستعبدوا ملايين الأفارقة عشان يشتغلوا فيها. باختصار نقدر نقول إن الرأسمالية الحديثة مبنية على عرق العبيد والسجاير.